في الحرب العالمية الأولى وخصوصا في 1917 في البرتغال في مدينة اسمها فاطمة اجتمع ناس كتير عشان يشوفوا حدث غريب في السماء. يا ترى كان ايه هو؟ قبل ما نبدأ متنساش لايك والاشتراك في القناة وشير للفيديو. في يوم 13 أكتوبر سنة 1917 اجتمع 70,000 بني آدم في مكان واحد ووجهوا نظرهم ناحية السماء بسبب كلام 3 أطفال اسمهم لوسيا وابن عمها فرانسيسكو وأخته جاكين. الأطفال دول كانوا شغالين في حرفة الرعي وما كانوش بيروحوا المدرسة، واللي حصل إن يوم 1 مايو 1917 قال الأطفال لأهلهم إن في ملاك ظهر في الطريق ليهم أكتر من مرة واتكلم معاهم، واستغرب الأهالي من كلامهم وقالوا إن في ست بشرتها بيضة ظهرت ليهم في التل وقالت لهم إنهم يرجعوا يوم 13 من كل شهر لنفس المكان من غير ما يقولوا حاجة لحد. ولما راحوا الأطفال للتل ظهرت لهم السيدة مريم العذراء وقالت لهم إنها هتظهر ليهم كل شوية يوم 13 في الشهر. فالأهالي اتعجبت جدا من الكلام ونشروا الكلام ده بين كل الناس في القرية. ويوم 13 يونيو خرج 4000 شخص للتل ومعاهم ال3 أطفال واستنوا تظهر السيدة مريم، لكن ما كانوش بيشوفوا حاجة، في حين إن ال3 أطفال كانوا بيأكدوا إنها واقفة قدامهم. وفي الشهر اللي بعده يوم 13 خرج 18,000 شخص لنفس التل مع ال3 أطفال وتكرر نفس السيناريو، والعدد بقى كل شهر يزيد عن الشهر اللي قبله لحد ما وصلت لشهر أكتوبر ووصل لعدد 70,000 شخص كلهم اجتمعوا عند التل منتظرين إن السيدة مريم تظهر له. وفجأة حصلت حاجة اتوصفت بالغريبة قالوا عليها معجزة الشمس، فقالوا إنهم شافوا الشمس بتتحرك يمين وشمال وبتقرب من الأرض وبتبعد عن الأرض. والطفلة لوسيا قالت إن السيدة مريم هي اللي كانت بتحرك الشمس وإنها بتطلب منهم يبنوا معبد في المكان ده. فانتشر الخبر في كل العالم ومعظم الجرايد الأوروبية اتكلمت عن الموضوع، واتدخلت بعد كده الكنيسة الكاثوليكية وقالت إن ظهور مريم العذراء في المكان ده حدث يستحق الإيمان، وعملت معبد عملاق في المكان اللي على التلة في قرية فاطمة ودعت كل الناس عشان يحجوا ليه، وعملت تمثال للملاك اللي ظهر للأطفال وكمان تماثيل للأطفال ال3 في كل أنحاء القرية تخليدا للقصة بتاعتهم. بعدها مات فرانسيس وأخته بعد سنتين بسبب الإنفلونزا الأسبانية، بس لوسيا فضلت عايشة لمدة 98 سنة لحد ما ماتت سنة 2005. وسنة 2017 جمع البابا الحجاج قدام المعبد عشان يعلن إن الأطفال ال3 بقوا رسميا قديسين. والعلماء بعد كده فسروا اللي حصل بالهلوسة الجماعية زي ما حصل وقت طاعون الرأس مثلا، وإن الموقفين متشابهين. وفي النهاية الكنيسة الكاثوليكية كل ما تعرف إن في مكان ظهرت فيه السيدة مريم العذراء تبني معبد، بس أكتر معبد كان شهير وبيجوله ناس كتير هو معبد فاطمة، واللي كان الحج ليه للفرد الواحد بيتراوح من 2000 ل15,000 دولار. هل تفتكر إن الأطفال ال3 فعلا شافوا حاجة ولا كل دي مجرد قصة خيالية؟ اكتبولي تحت في الكومنتات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة.